واقفه بعمل الاكل ومن الصبح ايه ده، انا بقالي سنين، بس انا النهارده حسيت ان انا عايزه اتكلم في كلمتين 13 كده واقفين في زوري، بس هما بقالهم سنين بصراحه، بس ده وقتهم، هو ده وقته. بما ان الجمهور المستهدف دلوقتي هو الجمهور اللي انا عندي ناس منهم، الناس اللي متابعيني عشان الدايت والنظام اللي انا خسيت عليه وكده. انتوا الجمهور المستهدف دلوقتي جدا. اي حد عايز يطلع ترند يطلع بيكم، اي حد عايز ينتشر يظهر بيكم. بيستغلوكم. ما هو انا لما جيت اعمل دايت واشير وقررت ان انا اشير التجربه بتاعتي او اشارك تجربتي معاكم، ولقيت كم من الناس مرعب بيتابعني عشان الدايت اللي انا عملته، ولقيت الناس مبسوطه قوي 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 بيا. هقول لكم على حاجه، هي الناس انبسطت بايه قوي؟ انا فوجئت اصلا، انا صعقت. الناس انبسطت بطريقتي، مش بالكلام اللي انا بقوله، لان اللي انا بقوله هم ناس كتير قوي بتقوله، دكاتره كتير قوي وناس متعلمه ومتنوره واشتغلت على نفسها واتخرجت من كليات طب وعملت حاجات كتير قوي بتقوله. بس هي الناس انبسطت بايه؟ انبسطت بالطريقه. ما قلتش حاجه جديده، يعني ما اقدرش افتكر ان انا قلت حاجه جديده. فكان الواضح ان انا وقتها اللي اكتشفته ان انا بعرف اتكلم في الدايت، بعرف اوصل معلومه بتاعه الدايت، بعرف اشجع الناس عشان تعمل دايت. بس المصيبه انه فوجئت بان انا بقى ليا جمهور كبير قوي 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 في الحته دي. حاجه غريبه جدا، اللي هو ايه ده؟ انا اتخضيت. والاف الرسائل، يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور، والمتابعه بكام، والمتابعه فين، ونجيلك فين، وبكام بكام. الاف مش مئات، ومش بافور، الاف الايميلات. نتابع ازاي وبكام. كان وقتها ولحد دلوقتي اي حد ممكن يفكر هبقى مليارديره، يعني هعمل بيزنس من الناس اللي بتبعت لي. فوقتها فضلت اقول للناس اللي حواليا واقول لجوزي وكده، هو في ايه ده؟ ازاي الناس بتدي ثقتها لاي حد كده؟ على فكره ده ما ينفعش. طيب ده انا بحاول اركز، اخد كورس، يعني انا اخدت كورس، ركزت في كلامي، قريت معلوماتي اب تو ديت، احاول اسمع دكاتره، اسال دكاتره، اجرب الحاجه واتكلم فيها مع دكتور، وبعدين ارجع اقول المعلومه، وهكذا. بسمع ناس بره جامده جدا، فانقل معلومه الى حد ما موثوق فيها، لانه هي مصيبه سودة على دماغي لو انا بقول كلام انا مش عارفه انا بقول ايه. كارثه. وافاجئ بالكومنتس بتيجي، طب الدايت ده ينفع لمرضى السكر، طب الدايت ده ينفع لمرضى الغده، طب انا باخد كيماوي، يا خبر اسود. وانا ببقى بلطم من الكومنتس من ايه؟ ان الناس دي ممكن حد يستغلها بسهوله. ليه؟ لان انا مش دكتوره، فبقوم كاتبه على طول يا جماعه انا مش دكتوره، محدش يقول لي يا دكتور، اللي انا بتكلم فيه ده مش بتاع امراض خالص. اي حد عنده مرض مزمن او اي حاجه محتاجه انه يروح لدكتور، يمشي على نظام غذائي معين على حسب ادويته، تحاليله، اشعته، وشكل حياته اللي انا معرفوش. فلا، ما تسمعوش كلامي خالص، انا بكلم حد سليم ومشكلته كلها الاراده وبيتدلع، بيحب السنبن، بيحب ياكل بالليل، ما بتعرفش تاكل غير بالليل، جوزها بيجي بالليل فبتاكل معاه وطول النهار ما كلتش، بتروح الشغل بترمرم، مش عارفه توقف اكل، عايزه تخس 5 6 10 20 كيلو، وهكذا. اوكي، لكن لا بوصف دواء ولا بقول دواء حلو ولا دواء وحش ولا نيله. برضو الناس تستمر في انها تبعت لي، طيب حضرتك ممكن تبعتي لي دواء يشجعني، دواء يحرق الدهون، مرهم بيخسس، اعشاب بتخسس منطقه معينه، اعشاب بتخسس منطقه معينه، معرفش ازاي، اي حاجه، اكتبي لي على حاجه، قولي لي على حاجه، اعملي لي اي حاجه كده بقى.
وهكذا الدهان اللي بيخسس، ويبعتوا لي صور حاجات وعلب وحاجات من دي. فالموضوع ده كان بيستوقفني لدرجة ان انا كنت بقعد بالشهور مش عايزة اتكلم في الموضوع ده، لانه مسؤولية كبيرة ولانه الناس بتصدق قوي. فانا طالعة النهاردة بقول لكم من فضلكم ما تبقوش سهلين الاستغلال للدرجات دي، ما تبقوش السوشيال ميديا دي الشارع، ما تفتحوش كده بابكم الباب كده وتصدقوا اي حد بيقول اي حاجة، لان كان ممكن اي حد يستغلكوا بانه يبيع لكم الدواء والدهان ويبيع لكم البرشام ويبيع لكم الحاجات اللي بتبعتوها لي كلها، كل ده. فما تصدقوش اي حد بيطلع على السوشيال ميديا عشان بيعرف يتكلم، عشان موهوب في ان هو يعرف يقول كلمتين، علشان عنده معلومتين 3 بيقولهم صح، على معلومتين 3 يخبيهم على طريقة معينة، على اسلوب معين. وما بتكلمش على حد معين خالص، انا بتكلم ان جنرال، انه سهل قوي ابيع لك اي حاجة، سهل قوي اقول لك اي معلومة عشان ابان وابقى شاطر وابقى جامد والم فولورز، عشان لايكاتك، اللايكس بتاعتك والكومنتس بتاعتك، وعلشان انا بستغلك. ده استغلال ليكي. دايما تراجعوا ورا اللي بيتكلم، ومش اي حد نديله الثقة، خصوصا لو بيبيع حاجة او كده. من فضلكم السوشيال ميديا مرعبة ومش اي حد. فما تصدقوش اي حد بيطلع على السوشيال ميديا عشان بيعرف يتكلم، عشان موهوب في ان هو يعرف يقول كلمتين، علشان عنده معلومتين 3 بيقولهم صح، على معلومتين 3 يخبيهم على طريقة معينة، على اسلوب معين. وما بتكلمش على حد معين خالص، انا بتكلم ان جنرال، انه سهل قوي ابيع لك اي حاجة، سهل قوي اقول لك اي معلومة عشان ابان وابقى شاطر وابقى جامد والم فولورز، عشان لايكاتك، اللايكس بتاعتك والكومنتس بتاعتك، وعلشان انا بستغلك. ده استغلال ليكي. دايما تراجعوا ورا اللي بيتكلم، ومش اي حد نديله الثقة، خصوصا لو بيبيع حاجة او كده. من فضلكم السوشيال ميديا مرعبة ومش اي حد بيطلع على السوشيال ميديا تصدقوه، خصوصا في المواضيع دي اللي تخص صحتكم وصحة ولادكم.